السلام عليكم دراري، كنتمنى تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو ديال اليوم كما واضح من العنوان غادي نتكلم على الروايات اللي قريت في هذه البدايه ديال 2026. هذا العام قررت نحط واحد الهدف راسي، هو انني نقرا ما يقارب 20 روايه، وممكن هذا العدد يزيد في المستقبل. لحد الان داز شهرين من هذا العام، وفي هاد الشهرين قدرت نقرا 6 ديال الروايات، وثلاثه بادي فيهم، يعني ما غيجي فيني سالي الشهر ديال جوج تغيلقاني سالي 9 الروايات. في هذا الفيديو حبيت انني نفضفض لكم شويه شنو استفدت وشنو فهمت من هاد الروايات اللي قريت، ونشارك معكم. ربما تعجبكم الفكره وتنتبهوا تحمسوا تقراو شي حاجه بحال هكا. واحد الملاحظه ان هاد الروايات اللي قريتها بدايه هذا العام كلها تقريبا قصيره وما طويلاش بزاف، لانني شحال هادي ما قريت وبغيت نرجع الشغف ديالي للقراءه بانني نقرا شي نوفيلات قصار على ما يرجع لي الجهد وندخل في الامور الكبيره. بلا ما نطول عليكم خلينا نبداو. أول رواية قريتها هذا العام هي رواية اللؤلؤة لجون ستاينبيك. هذه الرواية عجبتني بزاف، كنت بديتها في ديسمبر ديال العام اللي فات وساليتها في يناير، وعلى ما كنتذكر أنها حائزة على جائزة نوبل للآداب، داكشي علاش أصلا اختاريت نقراها. والمشكل عندي مع الروايات الحائزة على الجوائز أنها دائما كتكون منفوخة ولا فيها شي أجندة كيحتفلوا بها هذاك المجتمع الغربي، وهذا الشيء اللي ما كيعجبنيش. فيما كنشوف شي عمل حائز على جائزة كذا وكذا كنتجنبوا، لأنه غالبا كيكون عيان. لكن اللؤلؤة صراحة كانت زوينة. اللي ما عرف القصة، واحد الشخص سميتو كينو عايش في الأدغال، هو من دوك السكان ديال الأدغال بحال قلتي الهنود الحمر. غادي يحتاج الفلوس باش يداوي ولدو اللي عضاتو عقرب، وغيمشي يقلب على اللؤلؤ، وبالصدفة غادي يلقى ولا غادي يصطاد أكبر لؤلؤة شافتها البشرية، ولا أجمل وحدة وأكثر وحدة زوينة. وهنا كينو غادي يشوف الحياة ديالو غتبدل وغيولي لاباس عليه، وغيقدر يقري ولدو ويشري الحوايج زوينين ويتزوجوا في الكنيسه ويتفوق على الوضع ديالو اللي هو مجرد قروي ساكن في الادغال واللي انسان لاباس عليه. اللؤلؤه كتجسد الطمع اللي كيصيب الانسان فاش كيطيح فيه الثراء المفاجئ، وكتجسد كيفاش الاوهام كتدفعك انك تحاول تغير من طبيعتك كانسان، وتنكر المجتمع ديالك، وتنكر انك وليد البيئه ديالك، وتحاول بحال قلتي تنسلخ من الهويه ديالك ولا شكون انت وفين زاديتي وشنو قريتي وعلاش تربيتي، فقط لانك كنت محظوظ بالثراء الفاحش. عجبتني بزاف صراحه، وكانت بدايه موفقه للعام ديالي ديال القراءه. ثاني روايه اللي هي الميتامورفوسيس ولا الانمساخ المسخ لفرانس كافكا. الروايه اللي كان خاصني ديجا نكون قاريها شحال هذه، ولكن بقيت كنأجلها لانه صراحه القصه ديال ان واحد الانسان غيفيق غيلقى راسو ولا حشره صرصار ولا حشره في شكل، وعائلته كيفاش غترياكتي لداك الشيء والمجتمع كيفاش غيرياكتي لداك الشيء، ما كانش شي قصه جذابه بالنسبه لي، كانت كتبان لي فكره عبيطه. ولكن هذا الكلام ديالي ندمت عليه فاش قريت الروايه، لأن بكل صراحة تحفة أدبية ما واخداش حقها. الميتامورفوز ما كدويش لك على شخص تحول لحشرة وكيفاش غتعيش مع عائلته، بل كدوي لك على شخص فقد الأمر اللي كيخلي الناس يعتبروه مميز به، واللي هو انه قادر يصرف على عائلته. الخدمه ديالو وهي الامر اللي كانت كتخليه مهم ولا انسان في نظر الاخرين. بمعنى الا كنتي قادر توفر لعائلتك ولا الناس اللي كتبغي شي امور، راه كيشوفك انسان. ما كنتيش ما كتخدم ما كتعاون ما والو، فانت بحالك بحال غريغور سامسا اللي ولا صرصار ولا حشره. يعني بيناتنا كاينين بزاف الناس اللي كنعتبروهم ماشي بنادم حيت ما كيقدموش شي خدمه للمجتمع وما منهمش الفائده. ولا فين كتجلى العظمه ديال كافكا، حيت كيعرف انه يرمز للامور اللي كاينه في العقل ديال البشر ولا في المجتمعات البشريه برموز بسيطه اللي في بعض المرات كتبان لك الطفوليه. يعني شنو هي الانسان غيفيق يلقى راسو سرق الزيت، ولا شنو هي الفكره ديال ان كلب يبدا يعاود لينا على المغامرات ديالو كما غنشوفوا في الروايه ديال تحريه كلب اللي غندوي عليها في الاخير ديال الفيديو. صراحه روايه ميتامورفوسيس من احسن ما قريت في السنوات الاخيره، كنعتبرها تحفه ادبيه خالده. ثالث رواية كارمن للكاتب الفرنسي بروسبير ميرمي. رواية كارمن ساليتها في جلسة واحدة، وهي تقريبا الرواية الوحيدة في هذه الليسته كاملة اللي ما بديتها ما ساليتها. طبعا ما طولش بزاف، شي 100 صفحة ولا 99 صفحة. كدوي على واحد الإنسانة سميتها كارمن، جريئة شجاعة شخصية واعرة، كتخلي الرجال يطيحوا في الغرام ديالها بكثرة ما الشخصية ديالها جذابة. ولكن الإشكال أنها كتمل من دوك الناس اللي كينعجبوا بها وكتبغي
ناس جداد، بمعنى انها كتدخل لحياتك كترونها لك كتجبرك انك تعيش مع المغامرات، ولكن مع انك كتبدا تعلق بها وطيح في الحب ديالها كتمشي وكتخليك ولا ما كتبقاش مهتم بك. هنا غنعيشوا القصه ديال دون خوسي اللي تا هو كان ضحيه من ضحايا الحب ديال كارمن، ولكن هو ما تقبلش انها تمشي وتخليه. كيعاود لنا دون خوسي شنو دار مع كارمن وكيفاش حاول انه يكسب القلب ديالها. الروايه صراحه ما كانتش بديك العمق الكافي اننا نفهموا شكون هي كارمن ومنين جات وعلاش كتصرف هكا، ولكن من خلال المواجهات ديالها مع الشخصيات اللي كانوا قلال تقدر تكون فكره على كارمن انها الانسان اللي ما كتقبلش شي حاجه من غير الحريه، اللي كتبغي تعيش الحريه المطلقه بلا ما يقدر شي واحد يسيطر عليها. وهادشي قالته براسها، قالت انها كتفضل تموت على ان شي واحد يفرض عليها دير شي حاجه. لهاد الدرجه هي شجاعه وجريئه في الحياه، كتفضل تضحي بحياتها على انها تكون مقيده. الحريه ديالها كتمثل الماهيه ديالها ولا الغرض من الوجود ديالها. زوينه خفيفه ما عميقاش بزاف ولكن ممتعه. رابع رواية اللي أكثر رواية مضحكة في هذه القائمة وهي إيفان المغفل للكاتب العظيم ليو تولستوي، اللي كتدوي لنا على واحد المغفل حرفيا سميتو إيفان. عنده عائلة كتكون من جوج خوت وأخت والأب ديالو، وهذا إيفان بقوة ما هو مغفل كيقدر أخوتي يخلوه يدير ليهم اللي بغا. إلا بغى شي واحد شي حاجة من إيفان يكفي أنه يقولها ليه، وما عمر إيفان رفض الطلب لشي واحد من خوته، لدرجة أنهم نصبوا عليه في الورد، نصبوا عليه في الدار، حتى من جاتو قدرات سحريه ويقدر يدير بها الفلوس والقوه والعلاج حتى هي نصبوا عليه فيها. ولكن العجيب ان الوحيد اللي في الروايه اللي عاش مرتاح هو ايفان، لسبب واحد فقط، انه كان مغفل، في حين جميع الناس اللي دايرين به كيحيكوا الخطط وكيديروا في المؤامرات باش يوليو ملوك ورؤساء وحاكمين العالم، في حين ايفان كان مجرد مزارع باغي غير يفيق مع الصباح ويمشي يحرث الارض ديالو. هنا كنشوفوا الحكمه ديال تولستوي وهو كيحاول يبين لنا ان الحياه ما خصش تعيش بذكاء تام، وما خصش نعتمدوا على عقلنا في اننا نستمروا في الحياه، بل بعض المرات انك تكون غبي ارحم من انك تفكر شي امور تقدر تدمر لك النفسيه ديالك ولا تقدر تاثر على جماليه الحياه بالنسبه لك. قصيره بزاف ايفان المغفل، تقدر تساليها في ساعه الى عطيتيها الجهد غتعجبك وغتضحكك بقوه ما داك الانسان مغفل. خامس روايه غندوي عليها اللي هي روايه الوحمه للكاتب ناتانييل هاوترون. الوحمه كتدوي لنا على واحد الكوبل ديال واحد الرجل والزوجه ديالو. هاد الزوجه كيعتبرها الزوج ديالها من اجمل انسان شاف في حياته، لكن مشكلتها الوحيده في واحد الوحيمه في الحنك ديالها اللي غالبا لاي انسان عادي غادي تجي عادي، مجرد واحد اللعيبه خداتها مع مني تولدات وبقات علامه مميزه لها في هكا، وما كتاثرش على الشكل ديالها ولا كتخيبها، بل بالعكس بزاف الناس شافوها علامه جمال ديالها. الا هذا الرجل اللي بقى مهووس بهذه الوحمه لدرجه انه بغى يحيد عليها وقدر انه يقنعها باش دير عمليه جراحيه غيصرف عليها هو براسو باش تحيد ديك التوحيمه، ولكن الامور غتمشي في طريق سيء جدا. كنظن انني فهمت شنو بغى يقصد هاوترون بهذه الروايه القصيره، ولا بحال الا بغى يوصل لنا الفكره ديال ان الكمال الزائد عن اللزوم كيولي عيب، بمعنى ان هذا الرجل شاف مراته متكامله في كل شيء من غير ديك الوحمه اللي بالنسبه ليه خاصها غير تحيد وتولي الزوجه ديالو هي اكثر حاجه مثاليه في الكون. ولكن هذا الامر هو اللي تحول في الاخير، الزوجه ديالو ما بقاتش جميله كاع بل ولات اسوء من الاول. مابغيتش نحرق عليكم الاحداث ديال القصه ولا الروايه، ولكن المثاليه والكماليه هي امر ما خصناش نقلبوا عليه، بل نقلبوا على اننا نتقبلوا الامور كما هي وما نحاولوش نغيروا في الماهيه ديال الشيء اللي لا يضر. يعني الا فكرتي فيها فالتوحيمه اللي كاينه في الحنك ديال ديك المراه راه ما كانتش كتنقص من الجمال ديالها ولا كتمخيب على وجهها، ولكن كانت واحد العلامه مميزه في الجسد ديالها كتميزها على الناس الاخرين. كان على الزوج بالنسبه لي انه يتقبلها، وبل بالعكس انه يفتخر ان الزوجه ديالو كتحمل ديك العلامه المميزه، لانه ما خداش اي انسانه في العالم، خدا الانسانه بالضبط، ولكن لانه عاشق للكمال فالمصير ديال هاد التوحيمه كان لعنه اكثر من مجرد خلل جيني كان بامكانه يتجاهله.
بالنسبه لداكشي اللي كنقرا دابا حاليا فهم 3 جوج روايات وكتاب. الروايه الاولى اللي هي ذا انفيزيبل مان ولا الرجل الخفي اللي بقاو لي فيها شي 20 صفحه، واللي بصراحه القصه ما شداتنيش لديك الدرجه. كيعاودوا لها روايه واعره من احسن ما كاين في الادب الانجليزي، ولكن ما لقيتش فيها شي حاجه مميزه لديك الدرجه. يعني الامر الغامض الوحيد في الروايه هو كيفاش هذا الانسان ولا خفي. قلت علاش حبستها في اخر 30 صفحه كنعتقد، ولكن غنرجع نكملها حيت ما كنحبش نبدا شي حاجه ونخليها. اما بالنسبه للكتاب هو الكتاب ديال لاي سبوتين بروفن تكنيكس تو ديتكت ديسبشن. هذا الكتاب كنقراه بالضبط حتى غادي ندير فيديو على الكذب وعلاش الناس كيكذبوا وكيفاش يجبدوا الكذوب، واعتمدت بزاف على هذا الكتاب في ذاك الفيديو اللي غادي يكون مور هذا الفيديو تقريبا. ما كملتوش ولكن غنحاول نكملوا للفائده الشخصيه ديالي. اخر روايه واللي هي اللي قريب نساليها وممكن من واحد الفيديو تنكون ساليتها واللي هي تحريات كلب اللي فرانس كافكا، عاوتاني من الروايات القصيره واللي قلت لكم ان كافكا لقيتو كيبدع في الرمزيه السيمبوليزم ديالو ديال كيفاش كيحاول يشرح فكره عن طريق انه يرمز ليها بالحيوانات والاشياء. كما قلنا في القصه ديال غريغور سامسا اللي تحول لسرق الزيت، ما كنعيشوا مع واحد الكلب كيطرح الاسئله على الوجود ديالو. مجرد كلب كيعيش حياه الكلاب، يعني ماشي شي حاجه خارقه للطبيعه، بل الكلب عادي كيعيش بحال اي كلب، ولكن كيحاول يفهم شكون هو واش كيدير في هذه الحياه وكيفاش وعلاش هو كلب بالضبط. يعني الفكره مجنونه ومضحكه. وسميت للروايه تحريات كلب لان هذا الكلب فعلا كيدير تحريات وتجارب باش يحاول يفهم الحياه ديال الكلاب كيفاش دايره. بصراحه عجبتني بزاف ان بين الاسئله اللي كيطرح الكلب تقدر تطرحها انت، واننا بطريقه او باخرى كنعيشوا نفس الحياه ديال هذا المخلوق هذا، كنطرحوا نفس الاسئله. واللي كنظن انه بغى يقصد انك غادي تبقى كلب من الكلاب العاديه اللي كيشوفها الكلب الرئيسي الا ما طرحتيش الاسئله، الا ما حاولتيش تعرف شكون انت. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم. حاول نردش معكم على هاد الروايات اللي قريت لحد الان في 2026. غنحاول نوصل 20 روايه وكتاب قبل نهايه السنه. كنظن انني غادي بواحد الريتم تصاعدي. الا بغيتوا تشاركوا معايا الرحله ديالكم في القراءه ديال هذا العام، غتلقاو الرابط ديال الحساب ديالي في غودريدز. عندكم شي اقتراحات لشي روايات ما تكونش طويله بزاف، تكون قصيره ولا متوسطه كتظنوا انها مثيره للاهتمام، خلوا لي في التعليقات. كان معكم عماد كوجي، وما تنساوش لايك سبسكرايب في القناه وتسناو الفيديو الجاي وتهلا.